الدكتور اللي كيبغي يكون هاد المسائل هذه بداتها بدا كيحرك الفك ديالو هما اللي كيتحكموا في التفخيم وفي الترقيق انت كتقرا كتبقى عادي ضروري كلشي مقاد لا شوف انت سمعتي الحركه راه هما اللي ضروري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا واحد برك غادي نحكيها في هذاك المجلس. هذا واحد الطفل عندنا في الدار البيضاء كانت واحد المنافسه واحد المسابقه فيها العمره اللي الواحد فيهم غادي يمشي للعمره في رمضان. واحد المسجد كنديروا فيه كيكون فيه واحد الاستاذ انا وياه تما في اللجنه والسيد العاملي وهذا. في العام كانت 7 عمرات. في العام كانوا شي 3 عمرات واحد حيد له العمره على حرف واحد. عندهم 17 قطيب يكرم الله يوسف. هذا القطيب محمد قطيب ما دارش مصطفى الذال معجمه استاذ الذال اعوذ. الاخر دار شي خلى هذيك النقطه الاخر قراها. هذيك النقطه هي باش ربحوا مشى العمره. هذيك النقطه ديال اللجنه وساءت الى ان يكون هذاك اذا الاستعاده راه فرق ما بين الحرف المهمل والحرف المعجم. خصك توضح بحال ذاك اللي كنقولوا حنا ديك الحيه اللي كتخرج لك اللسان وعاود اعوذ. كانت خصك تسمع شويه. حنا المغاربه كنديروا اخطاء في ما عندناش وحتى المصريين كيقولوا والله العظيم كيرجعوا الزاي كيفخموها والله العظيم هي رزاي وحنا كنقولوا والله العظيم. كنا اخطاء وهي الاصل عظيم يعني اذا اعوذ تبان واحد شويه باش المستمع يحس بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك الأمثال نضربها للناس. ترقيق الراء هي مزيان الضاد استطاله لكن الراء هنا راء مرققه لان قبلها لا هي مكسوره بالاختيار. الراء الاصل فيها تفخيم وترقق لخمسه اسباب. اذا كانت مكسوره في اول الكلام او وسط الكلام واذا كانت متطرفتان فترقق وصلا وتفخم وقفا والفجر وليالي عشر لكن لو وصلناها فهي مكسوره. هنا جاءت في وسط الكلام او اول كلام ترقق فيها وصل وقف يعني راه هي كتقرا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. بغينا شي ترقيق خالص للراء. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس. وتلك الأمثال التي غير باش نشوفوا الفرق أعماق. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تلك الأمثال ترقيق الراء باش تكون عندي ترقيق يبقى الأشياء إذا تكرر تكرر نوض مثلا قلنا غادي نمشيو لسورة النور ياك رجال ما يمكنش تقول ري لأن هذا اللي خلاك تفخمها هي الضاد. خصني يكون عندي ذاك الممارسة الرياضة. وتلك الأمثال نوض حاول ترقق هذاك بغى الاستطالة الله يفتح عليك والاخر بغى الترقيق هما واحد حدا واحد. خاصك كيفاش تحول من الفوق لتحت تماما. هذا غير الدقه ديال انا ماشي استاذ ولكن فهمت. لا بالعكس. بعض الملاحظات هو الحقيقه كاين الحمد لله عندنا في البلاد وفي هذا المكان المبارك سبحان الله كنا مع الفريق في ذاك المركز ديال التكوين الرشيدي 2005 مع الاستاذ الفرس كنت ندير هادشي ديال المقامات. كون درتو شي حاجه للاخوان هنا
في هذه المنطقة إن شاء الله. يكون انا دوك احنا هو فين طلقنا راه مسدود دابا عند هذا المقامات راه كنت شي برنامج في الإذاعة أصوات من السماء. وانا ما عمري صنتني ولكن غير المشافهه غير مع كندوز معنا ذاك العام ديال التكوين وغير المشافهه داك الشيء كان رائع بزاف. تصلوا هي الشيشاوه تصلوا هي من الخبيثه الله يجزيك. لا كنمشي نقضي واحد السبت في العشيه كنقضي مزيان الا كان شي حصه بحال هكذا في هذه المنطقه لان كاين طاقه كندوز خص يكون عندنا في المغرب لان ما كاينش المناطق اللي شويه بعيده بحال هكا ما كاينش. ومعنا الحمد لله المراقب الاقليم ديال التفسير القراني الحمد لله كاين طاقه الحمد لله في هذا الاقليم ديال المنطقه ديال جهات النازله ودابا غير كبير قارئ متميز والله بصراحه انا كنشوف حنا ماشي راه غير تقبل منا حنا كنا اخطاء كبر بالله سبحانه وتعالى غير حنا كنبغوا زعما ديك الدقه نعم مزيان واحد داكشي اللي علينا جزاك الله خير. الله يجزاك الله يلا سير. عطينا هذه ريدي وتلك الأمثال نضربها شوف هذيك راك درتيها جوج مرات راه لو جوج رايات ما فيهاش غير التغليط ري وحبس دير استطاله ديال الضاد وحبس على راه ري وتلك الأمثال نضربها من بعد الضرب على ان شاء الله يكون عندك تدقيق اكثر. ايمن السويد كتعرفوا هذاك الشيخ ايمن السويد اللي كيكون في قناه اقرا كيدير استاذ القراءات. نعم كان كيقرا عنده عبد الله الوصفر الامين العام ديال الهيئه ديال التحفيظ اللي كاينه هو كيحكي بنفسه. انا سمعت هذه واحد الايام هذه قال له خرج الراء قال لك عاود نقراها شي 10 مرات كيقول لي بغيت احسن هذه في الاخر ما قال له هذا هو صافي. قال له ايمن السويد قال له سير دير شي عمره سير الملتزم طلب الله مشى حتى للملتزم طلب شي خرج والله بغيت نرققها بحال بغيت نزرب عليها نقول رجال لا غير رجال رزق رزق هاي كتخرج دابا هي كتخرج لكن لكن راه ما عندكش حتى ما عرفتش كل حرف اعطي مثلا قوة تلك الامثال ونوض ري واخا توقف ما باش وتلك الأمثال نضربها بحال غتوقف حتقرا حرف نوض وتلك الأمثال نضرب لا ما فهم خليك وقف في الضاد عاش قول ري وتلك الأمثال نضرب هكا بقى تدرب عليها تتوصلها ان شاء الله. زيد ما كاين مشكل. عندنا الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اقرا. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ممتاز الله يفتح عليك. يا جبار لأن دابا كيمشي لهم من الراء إلا دربنا إلا هي مسمى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض لما تقلقلاش فهمتي؟ تبقى عليها استطالة. يسبح له ما في السماوات والأرض حتى ذاك الصفير مزيان يتسمع. يسبح له ما في السماوات والأرض مزيان يسبح له ما في السماوات والأرض. مزيان ممتاز الله يفتح عليك. صاحب الإله الله صاحب الصيغه المغربيه ما شاء الله. بنات غير غادي يكون عندهم تجويد او ترتيب؟ هذوك صحاب الحفظ كامل غادي يكون عندهم ترتيب صح. وهذو صحاب سميتو كاين واحد الربعه عندهم تجويد باش اللي غادي يدير التجويد اللي غادي يدير التجويد غادي يدير الترتيب يقرا الترتيب. حميدي عندك قراءة مغربية؟ قراءة مغربية؟ ها؟ عثمان جا عثمان
حتى ذاك المشرقية اللي يقرا اللي سميتو هذا يقرا خليل خليل هذاك المد المنفصل ياك يا ايها الذين هذا مد منفصل 6 حركات ديما نشبعوا يا ايها الذين امنوا 4 بدل توسط والاخر 6 ولتنظر نفس ما قدمت لغد لابد من ذاك الهمس باش ما تدغمش لك التاء في اللام لابد من الهمس ما قدمت لغد باش ما تقول ما قدمت لغد قبل بالغ غير انا أعوذ بالله شوف من الطبيعي لأن القراءة المغربية أصعب قراءة هي الصيغة المغربية إلا ما ضبطيش القواعد ديالها هي أكثر من الترتيب أسهل تحقيق تجويد يعني لكن المغربية مع النغام ولكن خصنا نضبطوها